بيان إلى الرأي العام. إننا كتنسيقية كردستان في مسيرة المرأة العالمية لجهوية شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمناسبة الذكرى التاسعة لمجزرة شنغال والثانية لسيطرة حركة طالبان في أفغانستان، ندعم الحملة التي أطلقتها منظومة المرأة الكردستانية كجكي لدعم نساء شنغال وأفغانستان تحت شعار إننا نقف مع نساء أفغانستان والشنغال ضد ذهنية الرجل المهيمن. تأتي أهمية انطلاق هذه الحملة مع استمرار الذهنية الذكورية السلطوية التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم وتشكل خطرا على كيان المرأة. تلك الأنظمة المهيمنة تتخذ سياسة ممنهجة لفتك قوى المجتمعية، وبصهر وإبادة المرأة يريدون صهر التاريخ والأصالة والثقافة واللغة ووجود المجتمعات برمته، لأن الأم نبع لكل الثقافات وهي التي تحافظ على كينونتها. ففي مجزرة التي وصل عددها إلى 74 على الشعب الإيزيدي لاحظنا كيف قتلت آلاف من النساء وكبلوا وبيعوا في أسواق النخاسة لكسر إرادة المرأة، وبهذه العنهجية ليعيدوا مكانة المرأة إلى ما قبل العصور الوسطى ويمحى هويتها ويفرض عليها المعتقدات وأحكام لا تؤمن بها، وكذلك لإعطاء صورة عن المرأة بأنها مجرد متاع وسلعة، وإسقاط صورة المرأة المكرمة إلى الحضيض والمتاجرة بها بمناظر تقشعر لها الأبدان. أن تلك الذهنية لا تختلف فيها حركة طالبان في أفغانستان عن سابقتها، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. أن هيمنة الدول العظمى والرأسمالية التي تدعي بحماية حقوق الإنسان وتدعي القيم الإنسانية في الحقيقة هي التي زرعت بذور التعصب والتطرف الديني والتي يستهدف المرأة بالدرجة الأولى، وأن تشكيل هذه الحركات والتنظيمات الرجعية لا تخدم إلا مصالح تلك الدول التي تسعى لخلق نزاعات وصراعات في الشرق الأوسط دوما. أن إصدار فرمانات يومية من قبل طالبان للحد من حرية المرأة وامتناعها عن ممارسة حقوقها يشكل هذا المنهج خطرا على نساء كافة. وأننا كحركة المرأة في كردستان وانطلاقا من إيماننا بقضية تحرر المرأة أينما كانت ومن مواجبنا التاريخي ومسؤولياتنا، نرى من الضروري دعم نضال ومقاومة المرأة الأفغانية والشنغالية الذين لا تزال المخاطر تحدق بهم وبكيانهم. كما أننا أيضا نواجه هذه الذهنية ونناضل في سبيل تحقيق الحرية لجميع النساء وحفظا لمكتسباتنا وجعلها إرثا لجميع نساء العالم. وكذلك نطالب من جميع التنظيمات النسائية وحركات التحررية والديمقراطية المطالبة بحق الشعب الإيزيدي في شنغال بحق تقرير مصيره وتحرير باقي النساء المجهولات المصير والمطالبة بمحاسبة المجرمين، وجعل من 3 آب يوم الاعتراف بحق الشعب الإيزيدي واعتراف بيوم إبادة المرأة. وكذلك دعم نضال المرأة في أفغانستان ضد حكم الذهنية المستبدة التي تتخذ من الدين ذريعة لهم لحرمان النساء من كافة حقوقهم. تنسيقية كردستان في مسيرة المرأة العالمية لجهوية شمال أفريقيا والشرق الأوسط